ده انفينكس سمارت 7 ارخص موبايل دلوقتي ممكن تشتريه عندنا هنا في السوق المصري بسعر بيبدا من اول 3500 جنيه لحد 3700 جنيه على حسب النسخه اللي هتشتريها ب 3 جيجا او ب 4 جيجا رام. طبعا الموبايل جاي بحاجات مهمه جدا عند الناس اللي بتحب تشتري موبايلات اقتصاديه، زي الشاشه العملاقه، زي البطاريه القويه، زي سيستم الكاميرات المعقول جدا، وكمان نظام التشغيل السهل بتاعه بيخليه موبايل سهل الاستخدام وهينفعك كتير بالنسبه للمهام اليوميه. هنتعرف على كل حاجه خاصه بالسمارت 7، لكن بقى اتمنى تعمل لايك للفيديو، وريت كمان تشترك عندي هنا في القناه لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب. ويلا بينا، اول حاجه كالعاده هنتكلم عنها وهي التصميم اللي مميز جدا اللي بيقدمه السمارت 7. من اهم الحاجات اللي هتعجبك لو حصل واشتريت الموبايل ده هو التصميم الفخم جدا اللي بقدمه في الفئات الاقتصاديه دي، ودي حاجه تعتبر محترمه جدا بصراحه من انفينكس. النسخه اللي معايا ديت بتيجي باللون الازرق الفاتح شويه، وكمان بيتوفر الموبايل بلون اسود. عندك الكاميرات هنا بتيجي في اعلى ظهر الموبايل في مربع منفصل كده عن ظهر الموبايل، وبتيجي بشكل شيك بصراحه. وبيجي جنبهم كمان قارئ البصمه اللي بالمناسبه هنا شغال بشكل كويس، مفيش فيه اي مشكله، وان كان مش اسرع حاجه بصراحه. ظهر الموبايل بيجي بتضليعه كده بتخلي شكل الموبايل شيك، وحاجه من الحاجات اللي عجبتني جدا واللي هتعجبك بالتاكيد لو حصل واشتريت الموبايل ده هو التصميم اللي بيقدمه. من اسفل بقى عندك فتحه 3.5 مللي بالاضافه لمنفذ الشحن عن طريق المايكرو يو اس بي للاسف، كمان مع السماعات الخارجيه. تصميم الموبايل بقى من قدام يعتبر ما حصلش فيه تغيير عن كل الموبايلات اللي بتنزل في الفئات السعريه بتاعته. يعني مثلا عندك الشاشه بتاعته هنا جايه بحافه سفليه كبيره، ومن فوق بتيجي بالوتر دروب نوتش، ودي حاجه احنا بنشوفها على كل الموبايلات الاقتصاديه في الفترات الاخيره. بشكل عام التصميم بتاع الموبايل من الحاجات اللي عجبتني عليه جدا، وكمان هنا الظهر بتاعه مش بيبصم، وماسكه الموبايل في الايد مريحه ومفيش فيها اي مشكله. بعيد بقى عن نقطه التصميم ديت، خلينا نخش في الحاجات المهمه جدا واللي هتفرق في استخدامك للموبايل ده. واول حاجه هنتكلم عنها وهي المواصفات اللي بيقدمها. الموبايل هنا جاي بمعالج من ميديا تك اللي هو الهيليو A22، وبتوفر عندنا هنا في السوق المصري ب 3 و4 جيجا رام مع ذاكره داخليه 64 جيجا. في نقطه صغيره بس حابب اتكلم فيها قبل ما اتكلم عن التجربه اللي خدتها من الموبايل ده، ان الموبايل ده يا جماعه سعره في حدود $100، وده ارخص حاجه ممكن تشتريها في اي موبايلات موجوده دلوقتي في العالم. مالناش دعوه بقى ان سعر الموبايل ده مقرب على 4000 جنيه في السوق المصري، وبالتالي التجربه اللي هتاخدها من الموبايل ده تعتبر مرضيه جدا بالنسبه لقيمته الاصليه اللي هي سعر $100. ومعنى كده ان الموبايل ده بالمعالج اللي نازل فيه اللي هو الهيليو A22 بالاضافه للنسخه اللي معايا ديت اللي جايه ب 4 جيجا رام، هتاخد منه تجربه تعتبر محترمه جدا بالنسبه لاستخداماتك في المهام اليوميه. لو انت مثلا شاري الموبايل عايز تلعب عليه العاب خفيفه، او حتى تستخدم مثلا عليه مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تفتح عليه تيك توك، تستخدمه في المكالمات وحاجاتك اللي هتعملها بشكل يومي، مش هتلاقي الموبايل بيتقل او بيحصل فيه لاج كده غير على فترات بعيده، الا بقى لو انت حملت الموبايل فوق طاقته، ودي حاجه انت لازم تاخد بالك منها، انك تكون شاري الموبايل ده عشان تستخدمه في مهامك اليوميه وفتح مواقع التواصل الاجتماعي والشغل الخفيف اللي بالشكل ده كده. ونفس الكلام برضو دي نقطة أنا بوجهها للناس اللي بتشتري موبايلات عشان الألعاب. ده موبايل نازل بمعالج مش موجه للألعاب بشكل كبير، فبالتالي أنت مثلا لو حصل واشتريت السمارت 7 ده فما تستناش إنه هيديك تجربة رايقة جدا أو حاجة جامدة جدا على بابجي مثلا أو كول أوف ديوتي أو الألعاب العالية اللي بالشكل ده كده. يعني الخلاصة في نقطة أداء الموبايل إن هو هيديك تجربة تعتبر رايقة جدا، ومن وقت للتاني هتحس بتقل بسيط كده وهيرجع يختفي طول ما أنت شاري الموبايل ده بالنسبة لاستخداماتك اليومية لفتح مواقع التواصل الاجتماعي والمكالمات ومشاهدة المحتوى والحاجات اللي بالشكل ده كده. الحاجه اللي بعد كده بقى وهي الشاشه اللي بيقدمها السمارت 7. الموبايل هنا جاي بشاشه حجمها 6.6 بوصه بدقه اتش دي بلس من نوعيه IPS LCD. في بدايه الفيديو انا قلت ان الشاشه اللي بيقدمها السمارت 7 تعتبر من عناصر القوه اللي موجوده فيه، وده اللي حصل بالفعل من خلال استخدامي ليه في الفتره اللي فاتت دي. شاشه حجمها كبير، ودي تعتبر حاجه مناسبه للناس اللي بتحب تتفرج على المحتوى الافلام وعلى يوتيوب والحاجات اللي بالشكل ده كده، وكمان حتى في استخدامك ليها في الاستخدام العادي في مهامك اليوميه الشاشه مش هتزعجك ابدا، وخدت معاها تجربه تعتبر محترمه جدا. الحاجه الوحيده اللي ممكن اعلق عليها في استخدامي لتجربه الشاشه في الفتره اللي فاتت هو استخدامها تحت اشعه الشمس. ما تعتبرش افضل حاجه من ناحيه السطوع طبعا، ودي حاجه نقدر نقول عليها ان هي مقبوله بالنسبه لسعر الموبايل طبعا، ولكن برضو التجربه اللي انا خدتها منها ما تعتبرش هي الاسوأ على الاطلاق. في موبايلات انا جربتها بتيجي بسعر اغلى من الموبايل ده وبرضو بتديك نفس التجربه دي. فبشكل عام الشاشه بصراحه من عناصر القوه القويه جدا اللي موجوده في الموبايل، ولو حصل واشتريته هتكون من الاهم الحاجات اللي هتعجبك فيه. برضو من الحاجات القويه اللي عجبتني في استخدام السمارت 7 في الفتره اللي فاتت ديت هي البطاريه اللي بيقدمها اللي جايه بقوه 5000 ملي امبير، ولكن للاسف الشديد طبعا الموبايل هنا ما بيدعمش الشحن عن طريق اليو اس بي سي، وبالتالي ما فيش شاحن سريع، فالبطاريه هتغيب معاك شويتين ثلاثه كده عبال ما تشحنها للاخر. بس الحاجه الجيده بالنسبه لاستخدامها بصراحه، انا استخدامي ليها في الفتره اللي فاتت ديت كان متوسط الى فوق المتوسط، واحيانا كنت بضغط على الموبايل في حاجات كتير، دايما كانت بتكمل معايا اليوم، وتقدر تقول ان البطاريه من الحاجات اللي تقدر تعتمد عليها بشكل
كويس جدا هنا. فبرضه هنا عندنا الشاشه من الحاجات القويه، البطاريه من الحاجات القويه، وبرضه الحاجه اللي عجبتني بشكل كبير بالنسبه لفئه الموبايل السعريه هي الكاميرات. الموبايل هنا جاي بكاميرتين، الكاميرا الرئيسيه عندك بتيجي بدقه 13 ميجا بكسل، وعندك الكاميرا الاماميه اللي هي كاميرا السيلفي بتيجي بدقه 5 ميجا بكسل. وبالنسبه للحاجه اللي تحت الكاميرا الرئيسيه دي كاميرا AI هتساعدك في التقاط الصور وكلام من ده، لكن هي مش كاميرا تقدر تعتمد عليها بشكل كبير. بالنسبه بقى لنتائج الصور اللي هتاخدها سواء من الكاميرا الرئيسيه او من الكاميرا الاماميه، في تجربتي ليها بصراحه النتائج عجبتني بشكل كبير جدا بالمقارنه طبعا بفئه الموبايل السعريه. يعني مثلا عندك الكاميرا الرئيسيه هنا بتطلع نتائج تعتبر مقبوله لحد كبير جدا، وفي صور عجبتني والله بشكل كبير. طبعا طول ما انت بتختار مكان مناسب للتصوير ويكون في ضوء النهار وتكون الاضاءه مظبوطه، هتلاقي النتائج بتطلع معاك ممتازه جدا بصراحه. ونفس الكلام هنا برضو حصل معايا في تجربتي للكاميرا الاماميه، النتائج بتاعتها ما تعتبرش افضل حاجه بمقارنه بموبايلات بتيجي في فئه سعريه اغلى، ولكن بشكل عام طول ما انت بتختار مكان كويس للتصوير وزي ما قلت لك الاضاءه بتكون مظبوطه معاك، النتائج اللي هتطلع من الكاميرات سواء الكاميرا الاماميه او الكاميرا الرئيسيه هتكون ممتازه جدا في تجربتي ليه. وبشكل عام برضو الكاميرات هنا من وجهه نظري تعتبر من العناصر الجيده في الموبايل. اخيرا بقى بالنسبه للجانب العملي، ودي حاجه بتكون مهمه عند ناس كتير، استخدام الموبايل في شبكه الواي فاي وفي شبكه الاتصال والصوتيات بتاعته. شبكه الاتصال تعتبر مقبوله جدا، ما اشتكيتش منها بصراحه من استخدام الموبايل في الفتره اللي فاتت، ونفس الكلام عن شبكه الواي فاي. وبالنسبه للصوتيات بتاعته طبعا الموبايل ما بيجيش بسماعات ستيريو، ولكن السماعات بتاعته بالمقارنه باي موبايل في الفئه السعريه ديت مش هتلاقيه بيتفوق هنا على الموبايل، تقدر تقول انها هتفي بالغرض الى حد كبير جدا. اخيرا بقى سعر الموبايل والحكم عليه وهل انصح بشرائه ولا لا. سعر الموبايل بيبدا عندنا هنا في السوق المصري من اول 3500 جنيه لنسخه 3 جيجا رام مع ذاكره داخليه 64، وبيزيد 200 او 250 جنيه تقريبا للنسخه اللي بتيجي ب 4 جيجا رام مع ذاكره داخليه 64 جيجا، وسعره بالدولار في حدود 100 دولار او 105 دولار. طبعا ده يعتبر زي ما قلت في بدايه الفيديو ارخص سمارت فون ممكن تشتريه في الفئات السعريه دي، وبيقدم لك تجربه تعتبر ممتازه. طبعا الموبايل فيه مزايا كتير زي الشاشه الكبيره، زي ان موجود فيه قارئ بصمه، زي ان البطاريه بتاعته ممتازه، كمان بيقدم لك تصميم فخم. فيعتبر من وجهه نظري هو انسب اختيار ممكن تشتريه في الفئات السعريه ديت، خاصه عندنا هنا في السوق المصري بعد غلاء الاسعار اللي حصل بشكل كبير جدا. لان الموبايل ده في السابق كان بينزل مثلا بسعر 1700 جنيه ولا 1800 جنيه، فحاليا سعره وصل 4000 جنيه بالمقارنه بباقي الشركات من سامسونج او حتى من شاومي اللي كانت بتنزل موبايلات رخيصه. فيعتبر هو انسب حاجه ممكن تشتريها في السعر ده. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، ويا ريت كمان تشترك عندي هنا في القناه لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب. اشوفكم فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.